حطيت الفلوس اللي كنت حاطاها قبل كده، وفجأة 3 أيام بس والبرنامج قفل والفلوس راحت. كتاب الله وكتاب الله، انا هموت على الفلوس دي. مش انا لوحدي، ده كذا واحد هيموت على الفلوس دي يا جدعان، مستلفينه. مجموعة كبيرة من المصريين اتعرضوا للنصب في مبلغ وصل ل 6 مليار جنيه عن طريق منصة أو تطبيق جديد اسمه هوك بول. والحقيقة النوع ده من النصب الإلكتروني مش أول مرة يحصل في مصر، حصل كتير جدا على مدار السنين في حاجات زي كيونت وغيرها. واللي كان بيحصل فيها إنك بتبدأ بجروب وتعمل حاجة زي شجرة وتجيب أول أعداد قليلة من الناس، تبدأ تديهم مكاسب قليلة وتحولهم من الناس بيتنصب عليها لمشاركين معاك في النصب، إن هم يبدأوا يجيبوا ناس تانية تحتهم وياخدوا عليهم عمولات. وهكذا بقى تبدأ توسع الشجرة واحدة في واحدة لغاية ما أصحاب المنصة دول يجمعوا مبالغ طائلة وبعدين يختفوا. المرة دي حصل حاجة مختلفة زي ما نشوف كده. المنصة دي قالت لنا ان هي شغالة في التعدين، بتعدن عملات زي البيتكوين والعملات دي. تمام، انت كل اللي عليك بتشتري آلة وبتخش يوميا تشغلها. الآلات بتبدأ من اول 200 جنيه، لو حطيت في 200 جنيه دي بعد 20 يوم تاخدهم 400. فاصلا الآلة الصغيرة دي بتطمع، ما بالك بقى بالآلات الكبيرة. يعني كان في آلة عاملة 8000 جنيه تاخد فلوسك بعد 200 يوم تاخدهم 140,000 جنيه. وزي ما شفنا المرة دي المختلف حاجتين. أول حاجة إن هو مش باني الفكرة بتاعته كنصاب على مشاهدة الفيديوهات واللي هي حاجة ما فيهاش مشكلة قانونية، بل بانيها على فكرة التعدين على العملات الرقمية واللي هي حاجة أصلا مجرمة قانونا. تاني حاجة هو بيبيع للناس اللي هينصب عليهم إن هو هيكسب حوالي 100% في 20 يوم، إن ال 200 جنيه تتحول ل 400 جنيه كمثال في 20 يوم، ده مكسب 100%. طب هو بيعتمد هنا على إيه؟ طول عمر النصابين بيعتمدوا على الطمع. في هذا الزمن اللي احنا فيه بيستغل حوجة الناس عشان نتعلق بأمل حتى لو الأمل ده كذب، وهو ده اللي بيبدأ يشتغل عليه الطماع. بلس إن هو بيكسب الناس اللي في الأول مبالغ مش وحشة علشان يجندهم معاه وياخدوا ثقة في الابليكيشن ويشتغلوا له مشاركين في النصب معاه يسوقوا لهذا التطبيق. في حاجة بقى لفتت نظري أول ما شفت الموضوع ده، التطبيق اسمه هوك بول. لو فكرنا نترجم الكلمة دي معناها تجمع الخنازير. انت الراجل شايفك مالكش عقل. يعني انت لو فكرت تبحث عن الموضوع ده من الاول خالص قبل ما تبص على الورق ده، اسم المنصه اصلا يوحي بالنصب. الحاجه الثانيه ان هم عاملين ورق قانوني، وده على عهده اللي جاب لي الورق. انا غير ضامن للكلام ده، ولكن الشركه دي اللي اتقال في حتت كتيره جدا ان هي ليها سجل تجاري واوضاعها القانونيه سليمه، وبالتالي الناس كانت بتشتغل معاها بكل اريحيه. وفجاه الناس صحيت الصبح ولا لقت فيه تطبيق ولا لقت فيه فلوس، والموضوع وصل لنصب في 6 مليار جنيه. فمهما كانت صعوبات الزمن اللي احنا فيه، خليك عارف ان محدش هياخد منك فلوسك يشغلها لك عشان يكسبك. ده مبدأ مش موجود، والموضوع ده حصل بطرق كتير سواء في النصب الالكتروني او في المستريح اللي بيظهر في كذا محافظة. فخليك واثق ان محدش هياخد فلوسك يشتغل لك بيها ويكسبك. الامر دايما بيكون فيه حاجة غلط، ولازم تفكر وتحسبها كويس. وبالرغم من الحوجة، ما تخليش الحوجة توصلك انك بدل ما تعوض الحوجة دي بفلوس تكسبها تضيع كل اللي حيلتك، عشان في ناس باعت ذهب وفي ناس باعت ممتلكات عشان تشارك في هذه المنصة. مفيش اي شغل سواء قانوني او غير قانوني بيضاعف لك فلوسك في 20 يوم، حتى لو شغال في حاجة الليجال او في مخدرات حتى. فانت قابلت ده بناء على حوجتك وطمعك. بالرغم ان انتوا تصرفكم هو اللي غلط، مش هتقدر تلوم على حد غير نفسك. ولكن في الاخر قلبي معاكم وربنا يصبركم على اللي حصل فيكم، ويا ريت كل الناس الباقيه وانتوا كمان تتعلموا من اللي حصل ده علشان ما يتكررش تاني. بس كده، سلام.